هاي يا جماعه، مع ان الجو حر والفتره اللي احنا فيها دي بجد فتره كده الواحد حاسس ان هو مخنوق ومش طايق نفسه، بس انا قلت والله لا اطلع واقول لكم اكتر من 20 فكره تعملوها وانتوا قاعدين في البيت فتره الاجازه. كلنا طلعنا من فتره امتحانات زهقانين ومش طايقين نفسنا وحاسين ان احنا بعد ما كان في دماغنا حاجات كتير قوي عايزين نعملها، دخلنا على الاجازه مش بنعمل اي حاجه وشعور كده بالملل والفراغ والوحده. فانا النهارده جايه اقول لكم على اكتر من 25 حاجه هتطلعكم من الوحده بتاعتكم وافكار مختلفه سواء عايزين تعملوها في البيت او بره البيت. لو انت ولد او انت بنت الفيديو ده هيهمكم وهيفرق معاكم. في حاجات تتناسب اكتر مع البنات وحاجات تتناسب اكتر مع الشباب، فانا عايزاكم تكملوا الفيديو للاخر عشان تستفادوا، وهقول لكم اكتر من 25 فكره مميزه هتفيدكم وانتوا قاعدين في البيت او بره البيت. يا ريت نحط لايك للفيديو ويلا بينا نبتدي في اول فكره. سيبكم بقى من الاحمرات والحركات ده، احنا الصبح وانا حسيت ان انا محتاجه البس لون مبهج كده لان انا شويه ونازله اشتري شويه حاجات كده، ودي هتبقى حاجه من ضمن ال20 حاجه اللي هنتكلم فيها النهارده. اول فكره معانا ودي فكره اكتر للبنات وتنفع كمان للولاد، ان احنا بنبقى مخلصين من الامتحانات بجد تعبانين ومرهقين، بشرتنا متدمره، شعرنا متدمر، مش بنهتم بنفسنا فتره الامتحانات قوي لان احنا بنبقى مركزين في المذاكره اكتر. فاول حاجه ابداي ان انت اعتني بنفسك قوي الفتره دي، ماسكاتك بقى، حركاتك، اشتري شيت ماسك، عايز تعملي في البيت اتفرجي على طرق ماسكات في البيت على اليوتيوب. ابداي ان انت ركزي على نفسك اكتر، عالجي كل المشاكل اللي كانت عندك في فتره الامتحانات وما كنتيش لاقيه وقت ان انت تعالجيها. الفكره الثانيه اللي معانا وهي لمحبين الطبخ، سواء بتحبوا الطبخ او مش بتحبوا الطبخ، بتحبوا الاكل او مش بتحبوا الاكل، فبجد ما فيش حد ما بيحبش الاكل. حتى انا كعبير اهو اللي وزني تقريبا 40 كيلو او 39 كيلو، انا بعشق حاجه اسمها اكل وبحب اجرب اكلات جديده ومن مطاعم جديده ومن يعني من اماكن اللي هو بمعنى اصح مش من نفس البلد اللي انا فيها. يعني بحب اجرب اكل سوري، بحب اجرب اكل كوري، بحب اجرب اكل صيني، بجد بحب تنوع الاكل. فحاولوا ان انتوا تجربوا حاجات جديده. يعني مثلا لو انتوا مش في امكانياتكم ان انتوا تجربوا اكل جديد من بره، انتوا ممكن تتفرجوا على الطرق على النت ان انتوا ازاي تطبخوا حاجه معينه وتخشوا تطبخوها. الحوار ده بجد حلو قوي في الاكل وفي الشرب وفي الحلويات. بجد انا يعني ممكن اقول لكم على شويه حاجات كده في الديسكربشن بوكس هسيبها لكم تقدروا تجيبوا منها مصادر تطبخوا زيها وتقلدوهم، وبجد ممكن الحاجه دي تعجبكم وتبداوا ان انتوا تعملوها لنفسكم كتير وبالمره وهتبقوا جربتوا حاجه جديده. عايزه اقول لكم حاجه بجد، ان طبخ الرجاله احلى من طبخ الستات بكتير. يعني في ولاد بجد بيبقى ليهم كده نفس في الاكل احلى من البنات. الحاجه اللي بعد كده معايا عايزه اقول لكم ان اكتر حاجه انا بحبها وهي تنسيق اللبس. ابداوا ان انتوا افتحوا الدولاب بتاعكم، طلعوا كل الحاجات اللي ملهاش لازمه عندكم وابداوا ان انتوا اعملوا التنسيقات لللبس. يعني بدل ما انتوا حاطين التيشيرتس على البلوفرز على البناطيل على كل حاجه فوق بعض، ابداي ان انت هاتي شماعه كده حطي التيشيرت على بنطلون معين، شوفي شكله حلو ولا لا، غيري، البسي الوان. بدل مثلا ما انت دايما بتلبسي الشيء الفلاني على الشيء الفلاني وخلاص ومتعوده على الشكل ده، غيري، ابداي حطي حاجه على حاجه. ابداي ان انت كمان لو محجبه حطي طرحه مختلفه عن الطبيعي اللي انت بتلبسيه. يعني مثلا دايما بلبس التيشيرت ده بلبس عليه طرحه سوداء، النهارده لبست عليه طرحه نبيتي، فاهمين قصدي؟ ابداي ان انت نسقي الاطقم بتاعتك اللي في الدولاب، غيري من شكلها. ابداي ان انت مثلا اقفي قدام المرايه كده وهاتي طرحه واقعدي لفي لفات طرح جديده، اتعلمي حاجات جديده. لو انت بشعرك اعملي مثلا تسريحات جديده، اتعلمي حاجه اللي هو تحسي ان انت شكلك اختلف، عملتي تغيير في حياتك، اوتفيتس جديده، ونسقوا كمان الوان جديده. انتوا مش لازم تنزلوا تعملوا شوبينج، انتوا ممكن بس تتفرجوا على الحاجات اللي عندكم وتعملوا لها تنسيق بشكل جديد سواء كنت ولد او بنت. واهم حاجه لو انتوا دولابكم مش متروق تروقوه الاول قبل ما تعملوا الخطوه دي. اللي بعد كده وهي عاده جديده انا بدات اكتسبها وهي قراءه الكتب. قراءه الكتب يا جماعه، انا عارفه ان في ناس كتير قوي مش بتحب قرايه الكتب زي حالتي، وبجد ماليش خلق ان انا اقعد اقرا في كتاب وبحس ان الموضوع مش شيق بالنسبه لي خالص ومش ممتع. بس اللي خلاني اغير وجهه نظري من ناحيه الموضوع ده ان انا بدات ادور على الحاجات اللي انا بحبها. يعني مثلا انا مش بقرا حاجات طويله، مش بقرا مثلا روايات، مش بقرا اللي هي كتب كده وخلاص، انا لازم اقرا حاجه انا بحبها. يعني مثلا ممكن اسال ناس، لو انا ما عنديش حد اساله بعمل سيرش على اليوتيوب او جوجل او اي حاجه وابدا اكتب مثلا هديكم مثال، ناس بتحب الطبخ تقول كتب عن الطبخ وتبداي انت تشتري كتب للطبخ، وهتلاقي نفسك مع الوقت واحده واحده بتخلصي كتاب ورا التاني ورا التالت، وبالعكس ده انت هتبقي حابه ان انت تعرفي معلومات اكتر. بس اهم حاجه انت يعني اقري الكتب من باب اللي هو انا بكتسب معلومات جديده وفي نفس الوقت بسلي. ويا بقى لو عملتي اللي انا هقول لك عليه ده، تاخدي الكتاب بتاعك وتروحي تقعدي في ستاربكس او سلينترو او اي مكان عموما انت بتحبي تقعدي فيه، وتجيبي الكوفي بتاعتك وتقعدي تقري الكتاب كده في روقان في هدوء وانت لوحدك، مش لازم يكون معاكي حد. بجد هتستفادي قوي وهتحسي ان قد ايه الدنيا حلوه من
غير ما حد يعني تكوني معتمده على ان انت مثلا مش مبسوطه غير مع صاحبتك الفلانيه، لا انت ممكن تنزلي لوحدك وتبسطي نفسك بنفسك بحاجات جديده. المهم ان انت تتحركي من مكانك وتبداي ان انت تطلعي بره الكومفورت زون اللي انت فيها. وعايزه اقول لك حاجه كمان، قيسوا الموضوع ده على كل انواع الكتب. ممكن تجيبوا روايات عادي، ممكن تجيبوا كتب تعليم حاجه معينه، ممكن تتعلموا لغه جديده، ممكن تبداوا ان انتوا تعرفوا معلومات او تشوفوا ايه هي الكتب اللي بتثقف فعلا او اللي هتفرق في نفسكم. انا عن نفسي بحب الكتب اللي فيها تنميه بشريه او ثقه بالنفس او حاجات كده ليها علاقه بالتشجيع، بجد بحب اقرا الكتب دي. فتقدروا تعملوا سيرش على النت وتاخدوا اسم الكتب دي وتروحوا لاقرب مكتبه او اقرب مكان تجيبوا منه الكتب دي وتنزلوا تقروها. وحاولوا ان انتوا تبداوا بكتب يعني الحجم بتاعها صغير لو انتوا من الناس اللي بتزهق زيي. يعني ما تجيبوش كتاب مثلا عدد صفحاته 200 صفحه وتبقوا مستنيين ان انتوا تخلصوه في يوم واحد، لا اقروا كل يوم مثلا صفحتين 3 واحده واحده لغايه ما تحبوا الموضوع وتحسوا ان انتوا فعلا مستمتعين بيه، عشان خاطر بتاخدوا معلومات جديده وفي نفس الوقت بتجربوا حاجات جديده عليكم ممكن تعجبكم. الحاجه اللي بعد كده، خدوا كورس في اي حاجه. مش معنى ان انا بقول لكم خدوا كورس ان انتوا لازم تدفعوا فلوس كتير ويبقى معاكم فلوس كتير عشان خاطر تاخدوا كورس. انتوا مش شرط تاخدوا كورس اصلا بره البيت، انتوا ممكن تاخدوا كورسات مجانيه كتير قوي موجوده على النت، وده هتعرفوه اكتر لما تعملوا سيرش في المواضيع دي سواء على اليوتيوب برضو او على جوجل. في مواقع كتيره قوي بتدي كورسات مجانيه بس بتتفتح مره واحده، وفي مواقع تانية او ممكن في فيديوز عادي جدا على اليوتيوب ممكن تعملوا كورس مثلا تعليم الرسم، كورس تعليم الرقص، كورس تعليم اي حاجه في الدنيا انتوا عايزين تعلموها تقدروا تعلموها وانتوا في البيت عن طريق بس ان انتوا تبحثوا على اليوتيوب. الحاجه اللي بعد كده وهي مفيده جدا وفرقت معايا، اتعلموا ان انتوا تعملوا تو دو ليست لنفسكم يوميا. لازم تعملوا تو دو ليست. انا مثلا عندي النوت بوك دي بحب اكتب فيها يوميا بجد كل الحاجات اللي انا عايزه اعملها في يومي، حتى لو كانت حاجات بسيطه، اصلي، اخد شاور، عايزه احط ماسكات، عايزه اصور فيديو، عايزه اخرج، عايزه اتمشى، عايزه اشرب كذا، عايزه اكل كذا. اكتبوا دايما تو دو ليست لنفسكم، وكل ما تعملوا حاجه اعملوا جنبها صح، بجد هتحسوا بالانجاز اكتر ونفسيتكم هتختلف وهتحسوا ان انتوا بتعملوا حاجه في يومكم. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تقللوا من استخدام السوشيال ميديا، لان هي لو ما استخدمتوهاش في حاجه مفيده بجد هتسبب لكم ضرر نفسي كبير قوي. اللي بعد كده ابداوا ان انتوا من دلوقتي اكتبوا احلامكم مهما كان، كنتوا في اعدادي، ابتدائي، ثانوي، جامعه، اكتبوا احلامكم. مش معنى انا بقول لكم اكتبوا احلامكم ان هي احلام مش هتتحقق، لا بالعكس، اكتبوا ان انتوا مثلا عايزين تشتروا شقه، عايزين تشتروا عربيه، عايزين تعملوا مشروع، عايزين تسافروا، عايزين تخرجوا، عايزين حاجه معينه نفسكم فيها قوي وهي بالنسبه لكم حلم، ابداوا اكتبوها واشتغلوا على نفسكم فيها. شوفوا انتوا ناقصكم ايه عشان تعملوا الحاجه دي. انا مثلا شايفه نفسي انا عايزه اسافر، طب ايه التريكات اللي عندي مثلا في الموضوع ده؟ ان انا مثلا فلوس مش معايا، هبدا ان انا ادور على شغل وهكذا. فابداوا ان انتوا اكتبوا الاحلام بتاعتكم واسعوا على ان انتوا تحققوها. الحاجه اللي بعد كده بقى بجد، ودي حاجه يعني هي ملهاش علاقه بان انتوا تتخلصوا من الملل، هي حاجه بتحسن من نفسيتكم، وهي ان انتوا تحاولوا على قد ما تقدروا يوميا يكون عندكم كده وقت في اليوم تقروا فيه اذكار، يكون عندكم وقت في اليوم تقروا فيه قران. حاولوا على قد ما تقدروا على الاقل يوميا مثلا لو 10 دقائق في يومكم تعملوا فيه اللي انا بقول لكم عليه ده، هتكتسبوا كمان معلومات اكتر في ديننا، وفي نفس الوقت تقدروا تعملوا سيرش برضو على اليوتيوب او تستخدموا السوشيال ميديا استخدام ايجابي في ان انتوا تعرفوا اكتر، تسمعوا قصص اكتر عن قصص الانبياء، او مثلا تتفرجوا على حاجات دينيه شويه، ده بيديكم معلومات اكتر عن الدين بتاعكم وفي نفس الوقت بيخليكي حاسه ان انت عملتي حاجه مفيده في اليوم بتاعك. ده بقى للولاد وللبنات. وللبنات الاكتر اللي هي مش محجبه، ممكن تغيروا في الستايل بتاع شعركم. يعني مثلا لو انت دايما شعرك بشكل معين، حاول تغير الستايل بتاعه، شوف حاجات معينه كده على النت وابدا ان انت حط في دماغك ان انت عايز تعمل الشكل ده. وانت نفس الفكره، مثلا لو شعرك طويل وانت زهقتي منه مثلا وعايزه تقصيه او تعملي قصه جديده، ممكن تغيري في اللون بتاع شعرك بحاجات يعني طبيعيه، لان بجد في صبغه انا ما بحبهاش، وانا عمري في حياتي ما حطيت صبغه، وبحس ان انا يعني مش احسن حاجه ان انا اطلع انصحكم ان انتوا تغيروا لون شعركم بصبغه، بس بيبقى في حاجات كده بتبقى خفيفه وبتروح ومش بتبقى مضره برده، او ضررها بيبقى اقل جدا من الصبغه. وتقدروا برده تعملوا سيرش اكتر في الموضوع ده، او ممكن تركبوا مثلا خصل في شعركم وتعملوا حاجات جديده في شعركم. بجد الموضوع ده بيفرق في النفسيه، وخصوصا لو انت مش محجبه. اتخلصوا من اي حاجه عامله لكم كركبه، كتب مدرسه، كتب دروس، مذاكره، ملازم، ورق،
اي كركبه عندكم كنتوا بتعملوها فتره الدراسه ما تسيبوهاش على جنب، بجد لموها كده، هات زباله كبير قوي وحطوها فيها. لو انتوا مثلا مستنيين النتيجه عشان تاكدوا ان انتوا ناجحين، ممكن تركنوها مثلا في البلكونه، تركنوها تحت السرير، فوق الدولاب، اي حاجه. مهم ان انتوا تبعدوا عن الكركبه بتاعه الدراسه، لان بجد انا بحب ان انا دايما اخلص من الورق الزياده اللي عندي او الملازم الزياده اللي عندي او اللي انا خلصتها. حاجه بقى بصوا دي عن تجربتي الشخصيه، وبجد كان المفروض اقولها لكم اول حاجه، وهي ان انتوا تصوروا احداث يومكم الحلوه. يعني مثلا انتوا تقولوا لي هو احنا نعرف منين ان احنا يومنا حلو؟ بصوا انتوا دلوقتي النهارده مثلا خارجين مع ناس صحابكم مره كل 5-4 شهور مثلا، وانتوا مثلا بتخرجوا في اخر يوم امتحانات او بتخرجوا مثلا قبل العيد، في العيد، الايام المميزه بالنسبه لكم، وانتوا خارجين في اليوم ده تقدروا تصوروا كل حاجه في اليوم ده. في ناس بتيجي تقول انا ليه امسك الموبايل وانا خارجه؟ بس بجد هتعرفوا قيمه التصوير ده لما تبقوا قاعدين والناس دي وحشاكوا، او مثلا انتوا قاعدين زهقانين تقعدوا تتفرجوا على الحاجات دي، هتلاقوا نفسكم رجعتوا كل المشاعر الحلوه اللي كانت في اليوم ده، وهتلاقوا نفسكم حسيتوا ان انتوا فعلا كانكم خرجتوا تاني مع الناس دي او جددتوا مشاعركم ناحيه الناس دي. يعني مثلا انتوا خارجين النهارده تدخلوا سينما، هتاكلوا، هتجربوا حاجه جديده، هتلعبوا، ايا يكن هتعملوا ايه. لو صورتوا كل الاحداث دي بقى وجمعتوها على بعض كده وقعدتوا تتفرجوا عليها في مثلا بعد سنه، بعد شهر، بعد 2، بجد هتحسوا ان انتوا عدتوا الذكريات الحلوه بتاعت اليوم ده. يعني مثلا اليوم اللي رحت فيه جرافيتي كود وصورت لكم، بجد كل ما بتفرج على الفيديوز دي بفرح قوي. لما رحت مدينه التلج اللي هي في سيتي، برضو التجارب اللي هي بتبقى مختلفه ومميزه بجد بتفرق معايا ان انا لازم اصورها، عشان لما اجي مثلا حاسه ان انا مخنوقه او زهقانه او مش عارفه اروح فين، ببدا ان انا اتفرج على الحاجات القديمه دي، وبجد بتفرق في النفسيه قوي. اعملوا تحدي مع نفسكم. يعني مثلا انت دلوقتي مليانه شويه، انت كده كده قمر، وكده كده مهما كان شكلك او وزنك، فانت لازم يبقى عندك ثقه ان ربنا خلقك كده وده احسن شكل ليكي. بس نفترض مثلا ان انت جسمك مش عاجبك قوي، عايزه تخسي، عايزه تتخني، عايزه تغيري حاجه معينه، اعملي تحدي مع نفسك في 30 يوم ان انت فعلا هتمشي على نظام. ولو انت لقيتي نتيجه مرضيه تبداي انك تكملي فيه، او لو حسيتي ان الموضوع فرق في نفسيتك كملي فيه. مثلا ابداي ان انت حطي كده لنفسك نظام غذائي معين عايزه تمشي عليه. انت شايفه نفسك بتشربي بيبسي كتير عايزه تبطلي، اعملي تحدي مع نفسك. ابداي ممكن تكلمي صحابك لو صحابك من الناس اللي هي بتشجعك في الحاجات دي، او مثلا اهدافهم نفس اهدافك، مثلا صاحبتك عايزه تخس زيك، ابداوا انتوا الاثنين شجعوا بعض واعملوا زي بعض، وبجد الموضوع ده هيفرق معاكم انتوا الاثنين، وهتكوني حاسه ان في حد بيشجعك وفي ظهرك ومعاكي في كل خطوه. بغض النظر بقى عن التحديات بتاعه الاكل والشرب والحاجات دي، او ان انت تخسي او تتخني او كده، في تحديات بقى بتاعه ان انتوا مثلا تعيشوا يوم كامل كانكم في دوله معينه. بجد الحاجات دي ملهاش علاقه بالسوشيال ميديا، انتوا ممكن تعملوا الحاجات دي وتستمتعوا بيها بدل ما انتوا بتتفرجوا عليها وبتحبوا تتفرجوا عليها مثلا عند اليوتيوبرز او البلوجرز بصفه عامه. يعني مثلا ممكن تختاري النهارده اللون الاحمر وتقرري ان انت تاكلي النهارده اكل لونه احمر، وتشربي شرب لونه احمر، وتلبسي لبس لونه احمر. بجد الموضوع ده هتحسي ان هو ممتع ومسلي. ويا بقى لو بتعمليه مع ناس صحابك او كنتي خارجه في اليوم ده، هتحسي بجد ان انت بتعملي حاجات مختلفه في يومك بدل الخروجات التقليديه. اللي بعد كده حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تتعودوا ان انتوا تخلوا المشي روتين من يومكم. مش لازم تروحوا جيم، مش لازم تشتركوا مثلا في رياضه معينه. لو انتوا مش في امكانكم ان انتوا تروحوا تشتركوا مثلا في اي رياضه ايا يكن ايه هي ايه نوعها، المهم انتوا تكونوا بتحبوها، انتوا ممكن تعملوا ده وانتوا بجد لوحدكم. ممكن تنزلوا تتمشوا كل يوم، ممكن تنزلوا الصبح تجروا، ممكن مثلا تعرفوا تمارين رياضيه بتتعمل في البيت. يعني تدوروا على النت في ابلكيشنات، في كمان على اليوتيوب، وتبداوا ان انتوا تعملوا كل حاجه لوحدكم. بجد هتلاقوا حياتكم بقت احسن واحلى، ومفيش اصلا اعتماد على اي شخص تاني، فبالتالي هتلاقي نفسك بتعملي كل اللي انت عايزاه. انتوا بقى من محبين السفر فتعالوا لي، انا باذن الله الفتره اللي جايه ناويه اسافر سفريات كتير قوي، فلو عايزين انتوا كمان تطلعوا معايا في السفريات دي انا ما عنديش اي مشكله اتعرف على ناس جديده واتعرف عليكم، وانتوا كمان تعرفوني اكتر ونسافر مع بعض. فلو انتوا عايزين نعمل حاجه زي دي او نعمل جروب مع بعض ونسافر، ممكن تخشوا تكلموني على الانستجرام. انا عموما بسيب لكم دايما الرابط بتاع الانستجرام بتاعي في الديسكربشن بوكس، ممكن تدخلوا تكلموني وتقولوا لي احنا عايزين برضو
مسافر معاكي، بحيث ان احنا نعمل جروب حلو كده ونغير جو ونروح اماكن مختلفه. الحاجه بقى اللي بعد كده وهي ان انتوا تتعلموا آلة موسيقيه. لو انتوا مثلا بتحبوا العزف، ممكن جيتار، ممكن بيانو، ايا يكن، لو انتوا بتحبوا العزف او انتوا صوتكم حلو ممكن تنموا من الموهبه بتاعتكم او المهاره بتاعتكم. مش لازم تاخدوا كورسات، انتوا ممكن تتفرجوا زي ما قلت لكم على حاجات اونلاين على اليوتيوب او اي حته، وبجد هتلاقوا نفسكم بتتعلموا. زي ما انا جت فتره اتعلمت جزء كبير قوي في الجيتار عن طريق بس فيديوهات من الانترنت. الحاجه اللي بعد كده حاولوا بقى تفرغوا وقت صغير من يومكم، ومش شرط يوميا ان انتوا تكلموا الناس اللي انتوا بتحبوها وتقربوا من ناس جديده وتقربوا من الناس اللي بتحبكم، حتى لو انتوا كنتوا حاسين ان هم مش قريبين منكم. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا دايما تسالوا على الناس، خلوا يعني في علاقه ود كده ما بين الناس، خليكم ناس خفيفه كده على القلب، ما تبقوش من الناس الزنانه، ما تبقوش من الناس المحبطه، خليكم دايما عندكم طاقه ايجابيه وتسيبوا اثر حلو في الناس اللي قدامكم. افتكروا الناس اللي عملت معاكم حاجات حلوه وبقالهم مثلا فتره مختفيين، وابداوا ان انتوا ترجعوا كلموهم وتطمنوا عليهم. بس الناس اللي اذوكوا اوعوا ان انتوا تفكروا ترجعوا تتكلموا معاهم تاني، بس سامحوهم ما بينكم وما بين نفسكم علشان تقدروا تكملوا حياتكم في سلام ومن غير اي مشاعر وحشه. اخر حاجه دي حاجه مفضله بالنسبه لي قوي، وهو ان انا انزل اعمل شوبينج. الشوبينج انزلي اعملي شوبينج، ميك اب، لبس، هدوم، اكل، شرب، اي حاجه. انزلي حتى اتفرجي، ما تشتريش، انزلي اتفرجي على الموضه بتاعت السنه دي، انزلي شوفي كده الناس بتعمل ايه في حياتها، انزلي كده ادخلي البراندات اتفرجي على الاسعار، شوفي المحلات اللي بره. بجد الموضوع ده بالنسبه لي ممتع قوي وحلو، وبجد في شباب برده كتير قوي بتحب كده ان هي تنزل وتتفرج بقى على الحاجات والاسعار والنيو كولكشن بتاع كل مكان. بجد الموضوع ده ممتع، وخصوصا لو انتوا اصلا بتحبوا اللبس بقى والحاجات دي. وبس كده يا حلوين، دي كانت شويه افكار كده، اتمنى ان هي تكون فرقت معاكم وتقوموا دلوقتي تبداوا في حاجه منهم، لان انا بجد قلت لكم افكار كتيره مختلفه عن بعض. بلاش احباط، احنا في فتره اجازه عايزين نعمل حاجات مفيده، عايزين نخلص من الاجازه دي نحس ان احنا بجد مبسوطين، مش اللي هي الاجازه ضاعت على الفاضي. وبس كده يا حلوين، ده كان فيديو النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تحطوا لايك للفيديو وشير لاصحابكم عشان هم كمان يستفادوا. لو عندكم اي سؤال ممكن تكتبوا لي تحت في الكومنتس وهرد عليكم كلكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.